السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في الجزء الثاني من الدرس الأول اللي كان بعنوان حضارة بلاد العراق القديم. أتمنى نكون ذاكرنا الجزء الأول وركزنا فيه كده عشان نبدأ نخش في الجزء الثاني على نظافة. يلا بينا على طول نخش على حضارة بلاد العراق. قلت لكم إن حضارة بلاد العراق في الأول هنتكلم فيها على إزاي قامت بلاد العراق وإيه اللي كان بيميز بلاد العراق والدول اللي كونت تاريخ بلاد العراق. الجزء الثاني هنتكلم فيه عن مظاهر حضارة بلاد العراق. عن ايه؟ مظاهر حضارة بلاد العراق. يعني ايه؟ هنشوف المظاهر الحضارية اللي فيها. المظاهر الحضارية اللي عندنا في بلاد العراق 6 مظاهر. 6 مظاهر اللي هم أول حاجة الحياة الاقتصادية. أول حاجة معانا هتبقى الحياة الاقتصادية. يعني ايه الحياة الاقتصادية؟ يعني هيكلمني على الزراعة، الصناعة والتجارة. لو جينا هنا قلنا الحياة الاقتصادية هيكلمني على زراعة، صناعة وتجارة. حلو كده. الحياة الاقتصادية هيكلمني على زراعة، صناعة، تجارة. هيكلمني بعد كده على ايه؟ على الحياة السياسية والعسكرية. يعني ايه بقى الحياة السياسية والعسكرية؟ يعني هيكلمني على النظام الحكم، كان مين اللي بيحكم؟ كان ايه الوضع؟ هيكلمني على الجيش، طالما اتكلمنا على الجهه العسكريه نتكلم عن الجيش، كان ازاي امتى الناس بتتطوع وامتى بيحاربوا. بعد كده هنتكلم على الحياه الدينيه، هنتكلم على الحياه الدينيه، ايه الافكار اللي كانت في دماغ العراقيين، كانوا بيعبدوا مين وبيعبدوه ازاي. بعد كده الحياه الاجتماعيه اللي هيكلمني فيها على طبقات المجتمع في بلاد العراق، ثم الحياه الفكريه والثقافيه وهيكلمني فيها عن الكتابه، عن الأدب، عن العلوم، وفي الآخر خالص هيكلمني فيها عن الحياة الفنية. تعالى يلا على طول نخش ونتكلم على الحياة الاقتصادية. الحياة الاقتصادية زي ما قلت لكم بنتكلم فيها على زراعة، صناعة، تجارة. نتكلم على إيه؟ زراعة، صناعة، تجارة. طيب الزراعة قلنا في بداية الدرس الأول إن بلاد العراق القديم كان عليها فيها نهرين، اللي هم نهرين دجلة والفرات. فالارض اللي ما بينهم كانت اراضي خصبه، تربه خصبه تصلح للزراعه، وعشان كده قامت الحضاره. فهنا العراقيين عرفوا اهميه الزراعه، وعرفوا اهميه الاراضي الخصبه اللي عندهم. فعشان يزرع لازم يبدا يهتم بالارض بتاعه. فاول حاجه عملها ان هو اهتم بشؤون الري، يعني ظبط لها بقى مواعيد الري، ظبط الميه هتيجي من الانهار ازاي، امتى نحجز الميه، امتى نسيب الميه. طيب هو دلوقتي عنده التربه الخصبه واهتم بالري. النقطة الثانية والأهم إنه لازم يحمي الأرض بتاعه عشان محدش يجي ياخدها منه. ما هو لو أنا اهتميت بالري واهتميت بكل حاجة وما حميتش أرضي ما هي ضاعت، ما عادش له لازمة. فعشان كده هو عمل إيه؟ اهتم بإنه يحمي أرضه. يبقى العراقيين اشتغلوا في الزراعة إزاي؟ أول حاجة استغلوا التربة الخصبة اللي عندهم وبدأوا يزرعوا. فلما بدأوا يزرعوا بدأوا يهتموا بري الأرض ويعملوا لها بقى الترع ويعملوا لها الزود وقنوات والكلام ده، ثم بدأ يحمي الأرض بتاعه من أي اعتداء أو طمعان في الأرض. طب خلاص اهتم بالري واهتم بإنه يحمي الأرض، فاضل له حاجة واحدة كمان، هيزرع إيه؟ طيب هو أنا عشان هزرع حاجات أكلها وأشربها، صح؟ فبدأ يزرع أول حاجة الحبوب. بدأ يزرع الحبوب زي إيه؟ زي القمح والشعير. عشان يعملوا العيش اللي هياكلوا بيه. ويزرع ايه كمان؟ الخضروات والفواكه. يبقى الزراعه في بلاد العراق قلنا ان المواطن العراقي استغل التربه الخصبه اللي عنده، استغل الانهار اللي عملت له تربه خصبه وبدا يهتم بحرفه الزراعه. طيب لما اهتم بالزراعه بدا يهتم بشؤون الري، ثم يحمي الارض بتاعه. طب هيزرع ايه؟ هيزرع حاجتين، الحبوب زي القمح والشعير والخضروات والفواكه عشان ياكل. طيب الارض بقى اللي هيزرع عليها دي كانت بتاعت مين؟ الارض كانت ملك مين؟ الارض في بلاد العراق كانت ملك الافراد. وركز لي هنا، حاطين هنا 3 خطوط ولا 5. الارض في بلاد العراق كانت ملك الافراد، يعني الفرد هو صاحب الارض. امال في مصر القديمه كانت ملك مين؟ كانت ملك الدوله. هنا لازم اعرف الفرق، ان في مصر الارض كانت ملك الدوله متمثله في الفرعون، انما في بلاد العراق الارض كانت ملك مين؟ ملك الافراد، يعني الشخص هو اللي بيمتلك. يبقى اول حاجه في الحياه الاقتصاديه عندنا
وهي الزراعه. قلنا ان الزراعه بلاد العراق القديمه عرفت الزراعه عن طريق وجود الانهار اللي عملت التربه الخصبه، فبدا الانسان يهتم بالزراعه، واللي ترتب عليها انه لازم يهتم بالري عشان يوصل الميه كويس ويعمل سدود وقنوات مائيه عشان الارض ما تغرقش وقت الفيضان، والى جانب انه لازم يهتم بانه يحمي ارضه من اي طامع. وقلنا ايه المواد الخام اللي هيزرعها او ايه الزراعات اللي هيزرعها؟ هيزرع اول حاجه الحبوب اللي هي القمح والشعير، وهيزرع حاجه كمان اللي هي الخضروات والفواكه عشان ياكل ويقدر يعيش. ثم قلنا ان الارض هي ملك مين؟ قلنا ان الارض في مصر القديمه كانت ملك الفرعون او الدوله، انما في العراق كانت ملك الافراد، الفرد هو اللي بيمتلك ارضه. عشان نخش على النقطه الثانيه اللي معانا، وهي احنا كده خلصنا الزراعه، نخش بعد كده عندنا على الصناعه. العراقيين عرفوا العديد من الصناعات، ولكن اهمها صناعه الادوات الزراعيه. ما عشان يزرع في الارض ويستخدم الارض هيزرع ايه؟ لازم يستخدم ادوات. فهنا صنع الادوات الزراعيه. حلو. صنع ايه تاني؟ صنع منسوجات، صنع اسلحه، لازم عشان يحمي نفسه. مش احنا قلنا فوق ان هو هنا لازم يحمي الارض؟ طب هيحميها ازاي؟ حلو. تاني يبقى الصناعه اول حاجه عملها صنع الادوات الزراعيه اللي هيستخدمها في عمليات الزراعه، ثم صنع المنسوجات وصنع الاسلحه وصنع الحلي وادوات الزينه. الحلي وادوات الزينه، واخيرا صنع ادوات النجاره والحداد. يبقى الانسان او في بلاد العراق عمل ايه بالصناعه؟ استخدم الصناعه في انه صنع الادوات الزراعيه اللي هيستخدمها في عمليه الزراعه، ثم صنع المنسوجات اللي هيلبسها، صنع الاسلحه اللي يحمي بها نفسه، صنع الحلي وادوات الزينه اللي الستات عندهم هتلبسها، وصنع ادوات النجاره والحداده اللي كان هيستخدمها. طيب نخش على الحته الثالثه او النقطه الثالثه في الحياه الاقتصاديه، وهي التجاره. قلنا ان العراق بتتميز بموقع جغرافي متميز، ده ساعدها على التجاره. هتتاجر مع مين؟ مع كل الاماكن المحيطه بيها. ايه بقى الاماكن المحيطه بيها؟ يعني لو نزلنا هنا، لو جينا نشوف الخريطه بتاعت بلاد العراق، بص لي هنا كده، ايه اللي بيحيط ببلاد العراق هنا؟ عندك هنا شبه الجزيره، عندك هنا نقطه هنا اسيا الصغرى شبه الجزيره، عندك بلاد فارس، عندك مصر، عندك مصر. يبقى اللي هيتاجر مع بلاد العراق مين؟ النقط دي هنا، ده الموقع بتاع بلاد العراق. فعشان تتاجر هتتاجر مع مين؟ هتتاجر مع بلاد فارس. هتتاجر مع مين؟ مع بلاد الشام. هتتاجر مع مين؟ مع اسيا الصغرى. هتتاجر مع مين؟ مع مصر. وكمان لو رحنا هنا، لو الخريطه كانت كبيره فهي تاجرت مع بلاد الهند. يبقى الموقع المتميز لبلاد العراق ساعدها على التجاره مع مين؟ اول نقطه مع مصر. ساعدها على التجاره مع مين تاني؟ بلاد الشام. ومين تاني؟ اسيا الصغرى. ومين؟ بلاد فارس، ثم بلاد الهند. يبقى تاني لو جينا اتكلمنا على التجاره في بلاد العراق، فهي نشطت الرحلات التجاريه او نشطت التجاره بين بلاد العراق وكل من افتكر معايا على الخريطه: بلاد الهند، بلاد فارس، اسيا الصغرى، وبلاد الشام ومصر. طيب نقطه كمان مهمه، ان العراقيين عرفوا في تجارتهم المكاييل والموازين. يعني عشان تشتري سلعه ما كانش بيديها لك بالبركه، كان بيوزنها لك. ماشي. طيب ايه الدليل على ان الحضاره العراقيه كانوا متواصلين تجاريا مع مصر؟ ما احنا مش هنقول ان هم كانوا متواصلين تجاريا مع مصر ونسكت، لا، كان في دليل. ايه الدليل؟ ان في مصر عثروا على مجموعه من الاختام اسطوانيه الشكل، ختم اختام ملكيه كانت اسطوانيه الشكل. عثروا عليها فين؟ لقوها فين؟ في جرزه. تاني فين؟ في جرزه. جرزه دي فين؟ في محافظه الجيزه. تاني الحته دي. ايه الدليل على ان كان في تواصل بين مصر وبلاد العراق؟ كان في تواصل تجاري. قال لك ان احنا في مصر عثرنا على 4 اختام اسطوانيه الشكل، 4 اختام شكلهم اسطواني. حلو. فين؟ في منطقه اسمها جرزه. فين؟ في محافظه الجيزه. طب ايه الدليل يعني؟ لما بصينا على الاختام الاسطوانيه دي عرفنا ان هي تتبع حضارتي الورقاء وجمده نصر. حضارتي الورقاء وجمده نصر. عشان كده عرفنا ان كان في تجاره بين مصر وبلاد العراق. عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا عثرنا على 4 اختام اسطوانيه الشكل في منطقه جرزه
بمحافظة الجيزة. وبكده يكون خلصنا الجزء بتاع الحياة الاقتصادية. يبقى تاني نتكلم على الحياة الاقتصادية. قلنا الحياة الاقتصادية بتتكون من الزراعة، الصناعة، التجارة. زراعة، صناعة، تجارة. الزراعة هيكلمني فيها على ايه؟ هيكلمني فيها على ازاي يهتم بالارض، وقلنا هو اهتم بشؤون الري. النقطة الثانية اهتم بحماية ارضه، اهتم بشؤون الري واهتم بحماية ارضه. وهو كان بيزرع ايه؟ كان بيزرع قلنا الحبوب زي القمح والشعير، وكان بيزرع الفاكهة والخضروات. حلو الكلام؟ حلو. بعد كده اتكلمنا على ملكية الأرض. ملكية الأرض كانت في العراق ملك مين؟ للأفراد. طيب وفي مصر القديمة كانت ملك مين؟ للفرعون متمثل في الدولة، أو الدولة متمثلة في الفرعون. تعالى كلمني عن الصناعة. إيه الصناعات اللي كانت عندنا؟ كان عندهم صناعة الأدوات الزراعية. أمال هيزرع إزاي؟ كان بيصنع الأدوات الزراعية. كان بيصنع إيه تاني؟ الحلية وأدوات الزينة عشان السيدات. الحلي وادوات الزينه، الادوات اللي تخلي شكل المراه جميل كده من الذهب وغيره. بعد كده كان بيصنع ايه تاني؟ منسوجات عشان يلبس. وايه كمان؟ الاسلحه عشان يحمي نفسه ويحمي ارضه. كان بيصنع ايه؟ ادوات النجاره والحداده. شكرا. التجاره كان بيتاجر مع مين؟ افتكر الخريطه. تجاره كان بيتاجر مع مين؟ مع المنطقه اللي حواليه. بلاد الشام كان بيتاجر مع الشام، ثم بلاد فارس والهند كان بيتاجر مع الهند، وبيتاجر مع مصر وآسيا الصغرى. كل دي الأماكن اللي كان بيتاجر معاها الإنسان في دولة العراق أو في بلاد العراق القديمة. ثم تعال نخش على النقطة الثانية اللي عندنا، وهي الحياة السياسية والعسكرية. الحياة السياسية والعسكرية كان بيكلمني فيها على نظام الحكم، كان مين اللي بيحكم البلد، وبيكلمني فيها على الجيش. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نظام الحكم كانت عامله ازاي؟ قلت لكم في الحصه اللي فاتت ان العراق كان شعب متدين بطبعه، متدين قوي، والدين مهم جدا في حياته. فكان بيشوف ان الاله هو الحاكم الحقيقي للبلاد. يبقى مين اللي بيحكم البلد؟ الاله، والملك كان وكيل عنه. تاني، العراقيين كانوا بيشوفوا ان الاله هو الحاكم الحقيقي والشرعي للبلاد، بس طبعا عشان احنا مش بنشوفه فجايب هو الملك وكيل عنه او نائب عنه عشان يحكم البلد. حلو. طب تعالى يا عم الملك، انت هتحكم البلد، هتحكمها ازاي؟ في بدايه العراق وقت الدويلات السومريه كانت بتتكون من مجموعه من الدويلات. زي ما قلنا كانت الدويلات السومريه بتتكون من 3 دويلات، فكان كل دويله ليها حاكم وجيش ومعبود. كل دويله كان ليها حاكم وجيش ومعبود. حلو. الحاكم ده كان نائب عن مين؟ عن الملك. الكلام ده فضل امتى؟ في الدويلات السومريه، لحد ما جه اول ملك في الدوله الاكاديه، وبقى اللي بيحكم، بقت العراق موحده وبيحكمها شخص واحد بس اللي هو الملك. تاني، الحياه السياسيه والعسكريه هنتكلم فيها على نظام الحكم. يعني ايه نظام الحكم؟ يعني مين اللي كان بيحكم البلد؟ طيب، كان نظام الحكم كانت العراق بتتكون من دويلات صغيره في البدايه خالص. دويلات، كل دويله تتكون من حاكم وجيش وشعب. الحاكم كان مين؟ كانوا بيشوفوا ان الحاكم هو الاله، ده الحاكم الشرعي للبلاد، والملك كان نائب عنه. الملك هو اللي نائب اللي بيحكم، عشان ده اللي احنا شايفينه. حلو الكلام. فضلت الكلام ده امتى؟ في الدويلات السومريه، لحد ما جت الدوله الاكاديه وبقى اللي بيحكم العراق واحد بس. وزي ما قلت لكم هنا كان الملك بمثابه الوكيل عن المعبود او عن الاله. يبقى نظام الحكم اللي كان وقت الدويلات كانت بتتكون من كل دويله ليها حاكم وليها جيش وفي شعب، واللي كان بيحكم مين؟ الحاكم نيابه عن الاله. لحد فضل الكلام ده كده لحد ما جت الدوله الاكاديه والعراق كلها توحدت في دوله واحده، واللي بقى بيحكمها هو الملك، اللي برضه هيكون نيابه عن الاله. ان يكون الاله هو اللي بيحكم، الموضوع ده منتهي. ده الاله هو ده الكبير، ده اللي بيحكم، والملك نائب عنه، عشان ده اللي احنا شايفينه بعينينا. ماشي. بعد كده يجي يكلمني على الجيش، والجيش دي نقطه مهمه قوي لازم ناخد بالنا منها. بيقول لك ان الخدمه في الجيش كانت الزاميه. الخدمه في الجيش الزاميه امتى؟ وقت الحرب. الخدمه في الجيش كانت الزاميه وقت الحرب بس. طب لو مفيش حرب محدش يروح الجيش.
الكلام ده فضل امتى؟ لحد الدولة الآشورية، وبقت الخدمة في الجيش دائمة على طول. يعني وقت الدولة السومرية، ركز معايا، السومرية، الأكادية، البابلية الأولى كانت الخدمة في الجيش إيه؟ إلزامية وقت الحرب بس. ولما جت الدولة البابلية الثانية وقبلها الدولة الأشورية بقى الجيش طول الوقت بقى دائم. يبقى اللي اختلف هنا بين الدولة السومرية والأكادية والبابلية الأولى عن العهد الأشوري إيه؟ مدة التجنيد. مدة التجنيد هي اللي اختلفت. في الأول كانت فترة معينة وقت الحرب بقى قعدت يوم، قعدت 2، قعدت 3 وخلصت، الموضوع انتهى. إنما لما جت الأشورية بقى الجيش على طول دايم، طول حياتك في جيش سواء في حرب أو ما فيش حرب. يبقى عندنا الحياة السياسية والعسكرية، اتكلمنا فيها على نظام الحكم وقلنا إن الإله هو الحاكم الشرعي للبلاد وإن الملك وكيل عنه. تمام؟ واتكلمنا إن بداية بلاد العراق في البداية كان الحكم فيها عبارة عن دويلات مستقلة، يعني كان كل بلد أو دويلة ليها حاكم وليها جيش وليها شعب، وكان الحاكم ده بيحكم نيابة عن الملك. الكلام ده فضل إمتى؟ في الدويلات السومرية لحد ما جت الدولة الأكادية وبقى الحكم فيها بلاد العراق توحدت وبقت دولة واحدة وبقى اللي بيحكمها ملك واحد، ولكنه برضه نيابة عن مين؟ عن الإله. بعد كده اتكلمنا عن الجيش وقلنا إن الجيش كانت الخدمة فيه إلزامية وقت الحرب بس، إلزامية وقت الحرب بس، لحد ما جت الدولة الأشورية وبقى الجيش دائم وقت الحياة. لما يجي يسألني إيه اللي اختلف في الدولة الأكادية عن الدولة الأشورية؟ هي مدة التجنيد. يبقى كان عندنا 3 دول الجيش فيهم كان إلزامي وقت الحرب بس، الدولات دي الدولات السومرية والأكادية والبابلية الأولى. ولكن في العهد الأشوري يعني من أول الدولة الأشورية والدولة الكلدانية أو البابلية الحديثة بقى الجيش إلزامي مدى الحياة. بعد كده طبعا زي ما احنا عارفين إن الجيش العراقي تميز بالقوة والبراعة، والدليل على كده إنه قدر يطلع ويسيطر على أماكن كتير جدا وصلت من الخليج العربي تحت إلى بلاد الشام. ده عشان الجيش بيتميز بالبراعة. وبكده يخلص معانا الحياة السياسية والعسكرية. نخش على الجزء الثالث اللي معانا في مظاهر الحضارة في بلاد العراق، وهي الحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية يعني هيكلمني على ايه؟ هيكلمني على طبقات المجتمع. لو جينا كده عملنا هرم اللي فيه طبقات المجتمع. في العراق كان بتتكون من 3 طبقات، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، والطبقة الثالثة. العراق كانت بتتكون من 3 طبقات بس. المجتمع العراقي كان بيتكون من 3 طبقات. حلو. الطبقة الأولى ودي كانت بتتكون من مين؟ أعوان الملك. كانت بتتكون من أعوان الملك، ثم كبار رجال الدولة، ثم رجال الدين. يبقى طبقات المجتمع العراقي كانت بتتكون من 3 طبقات. المجتمع العراقي كان بيتكون من 3 طبقات. الطبقة الأولى ودي الطبقة العليا، طبقة كبار القوم أو كبار البلد، ودي كانت بتتكون من أعوان الملك وكبار رجال الدولة ورجال الدين. رجال الدين هنا احتلوا الطبقة الأولى. الطبقة الثانية اللي كانت معانا كانت بتتكون من مين؟ الموظفين. تكون من الموظفين، صغار ضباط الجيش. ثم كانت بتتكون من الموظفين وصغار ضباط الجيش، ومين كمان؟ الصناع. ومين كمان؟ التجار. وركز لي على التجار، حط لي تحت التجار دي 100 خط. يبقى الطبقة الثانية كانت بتتكون من الموظفين، صغار رجال الجيش والجنود، بتتكون من الصناع، بتتكون من التجار. دي كانوا في الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة بقى ودي الطبقة الدنيا، دي أقل طبقة في المجتمع. دي بتتكون من مين بقى؟ الفقراء. مين الفقراء دول؟ الناس اللي كان عليها دين وما يقدروش يسددوه، دول كانوا بيبقوا فقراء. بتتكون من العبيد، الخدم يعني، وبتتكون من أسرى الحروب، الناس اللي كانت بتتخطف في الحرب أو بتتأثر في الحرب أو أي حد اتخطف ويتاخد يتباع، كل دول كانوا في الطبقة الدنيا. طيب
انهي طبقه في دول اللي بتبقى كتير وعددها كبير؟ ايوه، الطبقه الثالثه، دي اكتر طبقه بتحتوي على عدد من الناس. يبقى الحياه الاجتماعيه في المجتمع العراقي كانت شكلها عامل ازاي؟ الحياه في العراق كانت بتتكون من 3 طبقات. 3 طبقات، مالناش دعوه بالحضاره المصريه، ركز معايا. 3 طبقات. الطبقه الاولى كان بيكون فيها مين؟ اعوان الملك وكبار رجال الدوله ورجال الدين. الطبقه الوسطى اللي هي الطبقه الثانيه، الموظفين وصغار ضباط الجيش والجنود والصناع والتجار. الطبقه الدنيا ودي اللي يكون بقى فيها اسرى الحروب، الفقراء اللي كان عليه دين وما قدرش يسدده، العبيد، الناس اللي كانت بتتخطف من بلد ودي تتباع في بلد. كل دول كانوا في الطبقه الدنيا او الدنيا، انا اسف، كانت في الطبقه الدنيا. ودول طبعا اللي بيمثلوا العدد الاكبر من الشعب. دايما في اي مجتمع الفقراء هم العدد الاكبر من الشعب. وقلنا هنا ان العراقيين كانوا بيتميزوا بالتحلي بالاداب العامه، وكانوا بيحترموا كل منهم الاخر، يعني كانوا محترمين وبيحافظوا على التقاليد والعادات. احد اهم مظاهر الحياه والنقطه الرابعه اللي معانا وهي الحياه الدينيه. ركز معايا قوي في الحياه الدينيه. العراقيين، وكل مره اقول لكم كده، شعب متدين بطبعه. ناس الدين عندهم مهم جدا في حياتهم، وعشان هو مهم كانوا شايفين ان محدش ينفع يحكم البلد الا الاله، ده الحاكم الشرعي للبلاد، والملك وكيل عنه. انت من الاخر كده انت جاي هنا عشان احنا شايفينك، انما اللي بيحكمنا حقيقي ربنا، انت بس نائب عنه عشان نشوفك ونعرف نتحاسب ونتكلم معاك. يبقى العراقيين من اهميه الدين في حياتهم كانوا شايفين ان الاله هو اللي بيحكم البلد وان الملك نائب عنه. ماشي. وعلشان هو مهم فاحتلت المعابد اهميه كبرى في نفوس العراقيين. احتلت المعابد اهميه كبرى في نفوس العراقيين. ولكن المعابد هنا ما كانتش اسمها معابد بقى. ركز معايا في اللي هقوله ده، كان اسمها الزاكورات. تاني، كان اسمها ايه؟ الزاكورات. المعابد كان اسمها الزاكورات. لما هيجي يسألني هيقول لي المعابد؟ لا، هيقول لي الزاكورات. الزاكورات كانت هي المعابد. يبقى احتلت المعابد أهمية كبيرة جدا في نفوس العراقيين. احتلت المعابد. المعابد اسمها ايه؟ الزاكورات. اسمها الزاكورات. طيب كانوا بيعملوا ايه بقى في الزاكورات؟ العراقيين كانوا بيعملوا ايه في الزاكورات دي؟ أول حاجة خالص، أول حاجة كانوا ممكن يعملوها، كانوا بيتوجوا تتويج الملك. انت عشان تكون ملك لازم ده يحصل ويتوجك في قلب المعابد او في قلب الزاكورات. النقطة الثانية اللي كانوا بيعملوها ايه؟ تعليم الافراد. كان التعليم بيتم في المعابد زي مصر بالظبط. مش احنا قلنا ان التعليم بيتم في الفرق الكبرى في المعابد؟ يبقى اول نقطة كان بيعملها العراقيين كانوا هم في المعابد او في الزاكورات كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيتوجوا الملك. النقطة الثانية كانوا بيعلموا الافراد. النقطة الثالثة والوظيفة الأساسية للمعابد أصلا إقامة الشعائر الدينية. كانوا بيقيموا الشعائر الدينية، بيخشوا يصلوا في المعبد. والنقطة الرابعة ودي اللي كانت غريبة شوية ولكنها موجودة، حفظ الوثائق والسجلات. يبقى الحياة الدينية، قلنا إن الدين كان مهم جدا في حياة العراقيين، كان مهم جدا لدرجة إن هم كانوا بيشوفوا إن الملك أو هو الحاكم الشرعي للبلاد هو الإله، إن الإله هو الحاكم الشرعي للبلاد وإن الملك وكيل عنه. واحتلت المعابد أو الزاكورات أهمية كبيرة جدا في قلب العراقيين أو في نفوس العراقيين. عشان كده كان بيحصل فيها إيه؟ كان يتم تتويج الملك. أي ملك جاي جديد كان بيتم تتويجه في المعابد. النقطة الثانية كانوا بيعلموا فيها الأفراد، والأهم كانوا بيقوموا فيها الشعائر الدينية، وكانت مكان لحفظ السجلات والعقود. طيب خصائص الحياة الدينية. الحياة الدينية كانت في العراق بتتكون من إيه؟ كان عندهم حاجتين، تعدد المعبودات، كان عندهم معبودات متعددة أو كانوا بيعبدوا أكتر معبود، والحاجة الثانية الاعتقاد في البعث والخلود. الاعتقاد في إيه؟ في البعث والخلود. سمعتها فين قبل كده دي؟ وتعدد المعبودات دي سمعتها فين؟ تعال أقول لك. العراقيين كانوا بيعبدوا قوى الطبيعة. كانوا بيعبدوا قوى الطبيعة زي إيه؟ زي الشمس والقمر. كانوا بيعبدوا قوى الطبيعة زي الشمس والقمر. كان عندهم نوعين من المعبودات، معبودات محلية ومعبودات عامة. يبقى العراقيين كانوا بيعبدوا قوى الطبيعة زي إيه قوى الطبيعة دي؟ زي الشمس
والقمر. وزي ما قلت لكم كان عندهم نوعين من المعبودات، معبودات محليه ومعبودات للدوله كلها، يعني معبودات للاقليم لوحده ومعبودات للدوله كلها. اشهر المعبودات كان المعبود انو، وده كان رب السماء، ده كان كبير الالهه، كان انو وده كان كبير المعبودات وكان بيمثل السماء. والمعبوده الثانيه اللي عندهم ومن اشهر المعبودات واللي كان ليها مكانه محليه ودوليه، يعني جوه العراق وبره العراق، المعبوده عشتار، ودي كانت ربة الحب والحرب. كانت ربة لحاجتين عكس بعض، الحب والحرب. طيب عندك بعد كده النقطة الثانية الاعتقاد في البعث والخلود. يعني ايه بيعتقد في البعث والخلود؟ ان الانسان هيموت ويرجع يبعث تاني. عشان كده زي الحضاره المصريه القديمه كانوا بيحطوا لهم ايه؟ اكل والشرب والادوات اللي يحتاجها. طيب هل عندهم حساب بعد الموت؟ لا، ما نعرفش، لان كانت الحياه عندهم غامضه. يعني انت لما تعيش بقى بعد الموت ايه اللي هيحصل؟ محدش يعرف. يبقى تاني، يبقى احنا عندنا من اهم خصائص الحياه الدينيه في بلاد العراق اول حاجه تعدد المعبودات، ان هم كانوا بيعبدوا قوى الطبيعه زي الشمس والقمر. النقطه الثانيه ان كان عندهم معبودات محليه ومعبودات عامه، وكان اهم المعبودات اللي عندهم انو، وده كان رب السماء او كان بيرمز له بالسماء، وكان ده كبير المعبودات. والمعبوده عشتار، ودي كانت ربة الحرب والحب. بعد كده قلنا تاني خصائص اللي هي الاعتقاد في البعث والخلود، وكان سكان العراق بيعتقدوا في ان في بعث بعد الخلود، وعشان كده كانوا بيحطوا الادوات اللي يحتاجها والاكل والشرب مع الميت، ولكنهم ما كانوش بيعتقدوا في الحياه بعد الموت لان الحياه كانت عندهم غامضه اصلا. تمام. طبعا عايز هنا قبل ما نروح للحته اللي بعدها نتكلم في نقطه مهمه هنا. الحضاره هنا تشابهت مع الحضاره المصريه في ايه؟ اللي هقوله لك ده مهم جدا ولازم تكتبه. الحضاره العراقيه في الدين تشابهت مع الحضاره المصريه في ايه؟ اول حاجه التشابه بين الحضاره المصريه ان هما الاثنين كانوا بيعبدوا قوى الطبيعه. العراقيين والمصريين كانوا بيعبدوا قوى الطبيعه، صح؟ كان المصريين بيعبدوا الشمس والقمر. اما فائده ترجو منهم، لو تفتكر كانوا بيعبدوا قوى الطبيعه. يبقى العراقيين التشابه بين الحضاره العراقيه والحضاره المصريه ان الاثنين كانوا بيعبدوا قوى الطبيعه. ايه تاني؟ الاثنين كانوا بيعتقدوا في البعث والخلود. الاثنين كانوا بيعتقدوا في البعث والخلود. طيب ايه الاختلاف؟ ان المصريين كانوا بيؤمنوا بالحياه بعد الموت، ان المصريين كانوا بيؤمنوا بالحياه بعد الموت، العراقيين لا. يبقى تعالى كلمني تاني عن الحياه الدينيه. وقلنا ان العراقيين كانوا بيشوفوا ان الاله ده حاجه كبيره قوي وكانوا بيؤمنوا بيه بشكل كبير، فعشان كده كان هو الحاكم الحقيقي للبلاد، وان الملك ده كان مجرد وكيل عنه. اخر حاجه في الحياه الدينيه اللي معانا هي التواصل الديني بين مصر وبلاد العراق. يعني ايه الدليل اللي حصل تواصل؟ طبعا قلنا ان العراقيين خدوا من مصر الاعتقاد في البعث والخلود، والى جانب تاني اخر نقطه معانا في الحياه الدينيه وهي التواصل الديني بين مصر وبلاد العراق. وقلنا ان العراقيين خدوا عن مصر الاعتقاد في البعث والخلود والحياه بعد الموت، ولكن المصريين بقى خدوا ايه من العراقيين؟ خدوا عباده الالهه عشتار اللي هي ربة الحب والحرب. وده كان امتى؟ في زمن الملك رمسيس الثاني في الاسره ال19 في عهد المجد الحربي او الدوله الحديثه. وده التواصل الديني اللي حصل بين مصر وبلاد العراق. نخش بعد كده على الحياه الفكريه، وهيكون معانا فيها 3 عناصر. هيكلمني فيها عن الكتابه، امتى الكتابه اخترعت، هيكلمني فيها عن الادب، والنقطه الاخيره هنتكلم فيها عن العلوم. الكتابه. عرفنا الكتابه ازاي؟ اول ناس اخترعت الكتابه هما السومريون. اول من اختراع الكتابه هما السومريون، واطلق عليها الكتابه المسماريه. اطلق عليها الكتابه المسماريه. لو جيت ركزت معايا هنا بص كده، ده شكل الكتابه المسماريه. طب هي ليه اطلق عليها الكتابه المسماريه؟ لان اواخر الحروف دي كلها على شكل مسمار. يبقى اول اختراع الكتابه اخترعوا مين؟ السومريون، واطلق عليها الكتابه المسماريه. طب كانت بتكتب ازاي؟ كان بيجيبوا قلم من الخشب على لوحه من الطين الطري. قلم من الخشب على لوحه من الطين الطري. يعني هنقول ان دي
عباره عن طين طري، بيجيبوا بقى قلم من الخشب ويقعدوا ايه يكتبوا عليه. تمام. يبقى الكتابه مين اللي اخترعها؟ السومريون. اللي اخترع الكتابه مين؟ السومريون. وعرفت بايه؟ بالكتابه المسماريه. ليه؟ زي ما قلت لكم عشان اواخر الحروف هنا كانت على شكل مسمار. طب كانت بتتكتب ازاي؟ بيجيبوا قلم من الخشب على لوح من الطين الطري وكانوا بيكتبوا عليه. طب استخدمها السومريون في ايه؟ في حفظ وتدوين الوثائق والسجلات. النقطه الثانيه اللي معانا في الحياه الفكريه وهي الادب. طبعا بلاد ما بين النهرين او العراق تركت لنا ارث ثقافي كبير جدا بيتمثل في ايه؟ النقوش التاريخيه. هنلاقي عندهم نقوش تاريخيه زي عندنا، النصوص الدينيه، واخر حاجه القصص والاساطير مثل قصه الطوفان. سمعت عن قصه الطوفان دي قبل كده امتى؟ في الحضاره المصريه القديمه لما جينا اتكلمنا على بلاد العراق ان من ضمن الاساطير اللي عندهم قصه الطوفان. طب ايه هي قصه الطوفان دي بقى؟ عارفين قصه سيدنا نوح؟ دي حاجة شبيهة بيها. بيقول لك يا سيدي إن في يوم من الأيام الآلهة غضبت على البشر. ليه؟ عشان كانوا بيعملوا ذنوب كتير جدا. فقرروا إن هم يعاقبوا البشر عن طريق إن هم هيغرقوا الأرض. ولكن كان في أحد الآلهة وكان اسمه آية، وده كان إله الحكمة. وكان معروف عنه إنه كان بيحب البشر قوي. فقام الإله ده رايح لراجل كده كان المفترض إن هو راجل بتاع ربنا كده وبيخاف ربنا. فراح له قال له خد بالك الآلهة هينتقموا منكم وهيغرقوك، اجري بسرعة اعمل سفينة وخد فيها من كل كائن حي زوج وزوجة. وبالفعل عمل السفينة. في أول ما جت الطوفان والسفينة طبعا عامت، والطوفان ده استمر لمدة 6 أيام أو 7 أيام، وبعد كده الأرض نزلت وعاش الناس مبسوطين. والآلهة اتبسطت جدا بالحركة اللي عاملها آية اللي هو إله الحكمة، وإلى جانب كمان إن هم مسكوا الراجل اللي عمل كده وكرموه وخلوه إله. دي باختصار قصة الطوفان. بعد كده عندنا العلوم، والعراقيين برعوا جدا جدا في العلوم. ومن امثله العلوم دي برعوا في الطب، في الهندسه، في الحساب، في الفلك. العراقيين برعوا في علم الفلك لدرجه ان هم رصدوا مواقع النجوم والكواكب. كمان عملوا تقويم شمسي كامل زيهم زي الحضاره المصريه. يبقى عندنا الحياه الثقافيه او الفكريه اتكلمنا فيها عن الكتابه، وان السومريون اول من اخترع الكتابه المسماريه. اتكلمنا فيها عن الادب وانواعه وحكينا قصه الطوفان. واخيرا العلوم، والعراقيين برعوا في العلوم زي الطب والهندسه والحساب والفلك. اخر نقطه معانا وهي الحياه الفنيه. هنتكلم فيها عن العماره. شكل العماره كانت عامل ازاي؟ هنتكلم عن النحت والرسم والنقش. دول 3 عناصر هنتكلم فيهم في الحياه الفنيه. يلا بينا. اول حاجه العماره. طبعا العماره كانت كتير جدا، ولكن من اشهر العمائر حصلت في عصر الدوله الاشوريه. عصر ايه؟ الدوله الاشوريه. امتى؟ لما جه ملك الاشوري اللي كان اسمه سنحريب. تفتكروا سنحريب ده عمل ايه؟ عمر مدينه نينوى ودمر بابل. يبقى سنحريب ده عمل ايه؟ عمر مدينه نينوى ودمر مدينه بابل. يعني سنحريب ده كان يتسم بالتناقض. ايوه يتسم بالتناقض. ليه؟ لانه على الرغم انه كان بيعمر ومهتم بمدينته الا انه دمر مدينه. يبقى سنحريب عمر مدينه نينوى ودي كانت احد العواصم وخلاها جميله جدا روعه، ودمر مين؟ مدينه بابل. طيب في عصر الدوله البابليه الحديثه اللي هي اسمها الايه؟ الكلدانيه. اللي كان بيحكمها مين؟ الملك نبوخذ نصر الثاني. عمل ايه بقى؟ عمل روعه عجيبه من العجائب اللي موجوده، وهي حدائق بابل المعلقه اللي هي زي اللي في الصوره دي. ده شكل حدائق بابل المعلقه، حديقه فوق حديقه فوق حديقه. وقف على كده بس عم نبوخذ نصر؟ لا، عمل كمان برج بابل الشهير. يبقى عندنا العماره في عصر الاشوريين. هنتكلم عن الملك المجنون اللي كان بيتسم بتناقض، اللي راح عمل مدينه روعه جدا وهي مدينه نينوى، ولكنه دمر مدينه بابل. هنتكلم على ملك عظيم كان اسمه الملك نبوخذ نصر الثاني، وده كان في عصر الدوله الكلدانيه. عمل ايه نبوخذ نصر؟ عمل حدائق بابل المعلقه، ودي احدى عجائب الدنيا السبعه، وعمل برج بابل الشهير. هنتكلم النقطه الثانيه على النحت. فن النحت. العراقيين دول كان عندهم نحت جامد قوي، برضه يتشابه مع الحضاره المصريه. عملوا ايه؟ عملوا حاجه اسمها التيران المجنحه. ايه؟ التيران المجنحه. ايه هو الطور المجنح؟ جابوا طور، جسم طور، ولكن خلوا له وجه انسان وعملوا له جناحات. ده الطور المجنح. طور بوجه انسان وعملوا له جناحات. شبه ايه في مصر؟ شبه ابو الهول اللي هو كان ايه؟
جسم اسد ووجه انسان. يبقى اول حاجه في النحت عند القدماء العراقيين عملوا ايه؟ التيران المجنحه، كانوا بيجيبوا طور براس انسان ويعملوا له جناحات، قلنا زي ابو الهول. الحاجه الثانيه كمان كانوا بيرسموا الاسود والتيران على الاشاني، على بلاط الاشاني. يعني ايه؟ عارف لما تكون جايب عيل صايع كده بتاع سيراميك حلو وتلاقي عمل لك رسمه اسد على الحيطه بالسيراميك، هو ده بالظبط اللي كان العراقيين بيعملوا، كانوا بيرسموا التيران والاسود بالاشاني زي دي كده اهو. ده كده رسمه الطور وعلى الاشاني. تمام. بعد كده عندنا النقطه الاخيره وهي الرسم والنقش. وبلاد سكان العراق اهتموا جدا بالرسم والنقش، وكانوا بيرسموا على جدران المعابد وعلى المسلات، كانوا بيرسموا ايه؟ انتصاراتهم الحربيه ورحلات الصيد. تمام. طيب هل حصل تواصل بين حضاره بلاد العراق ومصر في الناحيه الثقافيه؟ ايوه حصل تواصل. حصل تواصل امتى؟ اول نقطه، العراق خدت مننا احنا كمصر ايه؟ خدت شكل الهرم المدرج في بناء المعابد. شكل الهرم المدرج في بناء المعابد، يعني بلاد العراق خدت عننا شكل الهرم المدرج في بناء المعابد. طب احنا خدنا ايه بقى من بلاد العراق؟ اول حاجه خدناها رسم الحيوانات المجنحه. ايوه احنا قلنا الكلام ده في الدرس السادس، في اخر الدرس السادس فعلا، في اخر الوحده الثانيه، اخر درس خدناه خالص لما خدنا النقش او الرسم والنقش، صح؟ حلو. قلنا ان المصريين استخدموا الرسم الحيوانات المجنحه، وده خدوه من مين؟ من الحضاره العراقيه. النقطه الثانيه استخدموا الاختام زي الختم الملكي. الختم الملكي ده كان الملك حور محب عنده ختم. حور محب ده كان فين؟ في الاسره ال 18. فين؟ في عصر الدوله الحديثه او اللي هو بيطلق عليه المجد الحربي. يبقى قلنا ان اخر حاجه معانا ان الحياه الفنيه، الحياه الفنيه اتكلمنا فيها عن العماره، واتكلمنا عن عصر الدوله الاشوريه، اتكلمنا فيها عن الملك المجنون اللي هو سنحريب اللي دمر وعمر، واتكلمنا بعد كده على الدوله الحديثه البابليه الحديثه كان الملك نبوخذ نصر. بعد كده اتكلمنا عن النحت واستخدام التيران او رسم التيران المجنحه والصور الحيوانات ببلاط الاشاني. بعد كده اتكلمنا على الرسم والنقش، واتكلمنا على ان احنا خدنا من العراقيين رسم التيران المجنحه وخدنا الاختام زي الختم بتاع الملك حور محب، الى جانب العراقيين بقى خدوا مننا ان هم يبنوا معابدهم على شكل الهرم المدرج اللي عندنا. تعالى بقى بينا بسرعه كده نحل كام سؤال مع بعض عشان نطبق على الدرس اللي احنا خدناه. تعالى يلا بينا نحل بقى بعض الاسئله على الدرس الاول، نطبق على اللي احنا ذاكرناه. تحل الاسئله دي امتى؟ بعد ما تخلص مذاكره الدرس كله. يلا بينا. بيقول لك يمكن اعتبار الفتره التي خلت من تكوين امبراطوريات واسعه في بلاد العراق القديم امتى؟ يعني ايه الفتره اللي ما حصلش فيها في بلاد العراق تكوين اي امبراطوريات؟ ايه هي الفتره اللي بلاد العراق فيها ما قدرتش تكون امبراطوريه؟ بيقول لك الدويلات السومريه ولا الدوله البابليه ولا الدوله الاشوريه ولا الدوله الكلدانيه؟ تعال ناخدهم بالترتيب. الدويلات السومريه ممكن. الدوله البابليه القديمه ده كان عندها جيش قوي وكانت دوله واحده وقدرت انها تاخد اراضي كتير، يبقى مش هي دي الاجابه. الدوله الاشوريه كان عندها حاكم قوي سرجون الثاني وكان عنده سنحريب ومدت حدودهم لغايه بلاد الشام والبحر المتوسط، يبقى مش ده. الدوله الكلدانيه كان عندهم الملك نبوخذ نصر وكمان خد حدود كبيره ووصل لغايه الخليج العربي تحت البحر المتوسط، يبقى مش الدوله الكلدانيه. تبقى الاجابه هي الدويلات السومريه. ما قدروش يكونوا امبراطوريه كبرى لانهم كانوا متفككين، كانوا عباره عن 3 دول منفصلين عن بعض وحاربوا بعض لغايه ما وقعوا اصلا. السؤال الثاني، اي من الاتي افتقدت حضارتهم بالعراق القديم الى تعدد الوجهات الساحليه؟ السؤال ده حلو قوي. السؤال ده حلو قوي، جامد قوي. اي من الاتي افتقدت حضارتهم الى تعدد الوجهات الساحليه؟ يعني ايه الحضاره اللي فيهم اللي ما كانش لها ساحل؟ السومريون ولا البابليون ولا الاشوريين ولا الكلدانيون؟ هو يعني ليها ساحل، هو كان فين الساحل؟ الساحل هنا كان البحر المتوسط، صح؟ طب ايه في دول اللي ما كانش ليها ساحل؟ مين فيهم اللي ما قدرش بالجيش بتاعه يوصل للبحر المتوسط؟ نفس الاجابه، السومريون. لان البابليون كان عندهم جيش قوي وراح امتدت حدوده البحر المتوسط، الاشوريين كذلك، الكلدانيون كذلك. الوحيد اللي ما كانش عندهم جيش وما قدروش يعملوا حاجه هما السومريون. هتبقى الاجابه السومريون. اول من قام بنقل العراق القديم من نظام الامارات المستقله الى الوحده الاقليميه. مين اول واحد عمل وحده في بلاد العراق؟ قلنا الدويلات السومريه
كانت منفصله لحد ما جه ملك قال لك اوعى محدش هنا، انا اوريكم البلاد بتتحكم ازاي. الملك ده كان شبه مينا في مصر، كان مين في العراق؟ في الدوله الاكاديه، كان الملك سرجون الاول. السؤال رقم 4. سقطت الدولة الكلدانية نتيجة تطلعات الدولة الفارسية التوسعية اتجاه الفرس. كانوا عايزين يتوسعوا ناحية ايه؟ احنا قلنا ان كانت الفرس في الجنب ده، لو تفتكر لو جينا رسمنا قلنا تعالى كده اهو، ده كده خريطة مصر، وقلنا ان ده هنا الخليج العربي، وادي نهرين دجلة والفرات، وكانت هنا فارس، هنا بلاد فارس، ودي العراق. حلو، بلاد فارس عشان يروحوا غزو، يروحوا يغزوا بلاد العراق اللي هنا، كده رايحين ناحيه ايه؟ ناحيه الغرب، ده شمال، ده جنوب، ده شرق، ده غرب. بلاد فارس لما تروح تتجه عشان تغزو بلاد العراق يبقى رايحه ناحيه ايه؟ ناحيه الغرب. يبقى لما يجي يقول لي سقطت الدولة الكلدانية نتيجة تطلعات الدولة الفارسية التوسعية ناحية إيه؟ ناحية الغرب. على طول تجيب الخريطة في دماغك، تبقى عارف بلاد فارس فين، هتقدر تعرف الإجابة على طول. تبدأ العصور التاريخية بمعرفة الكتابة. نتوقع مضمون العبارة السابقة أن إحدى المدن الأساسية التي ساهمت بدور كبير في بداية ظهور العصور التاريخية هي الكتابة. اتعرفت إمتى؟ هو احنا مش لسه من شويه قلنا ان السومريون هم اللي اخترعوا الكتابه؟ صح. الدول السومريه دي كانت بتتكون من ايه؟ اور ولكش وسومر. طيب احنا هنا اشور غلط، نينوى غلط، بابل غلط. الكتابه اخترعت في عصر الدويلات السومريه اللي هي مدينه لاكش. لعب العرب القادمين من شبه الجزيره العربيه الى العراق دورا في اقامه دول وسقوط دول. نستنتج من مضمون العبارة السابقة أن آخر دور لعبه العرب القادمين من شبه الجزيرة العربية إلى العراق كان سببا في سقوط. آخر العرب القادمين من شبه الجزيرة العربية كان مين؟ كان الفتح الإسلامي. دول آخر الناس اللي جم من شبه الجزيرة العربية. دول الفتح الإسلامي لما دخلوا بلاد العراق قضوا على مين؟ قضوا على الحكم الفارسي. افتكر كده، احنا قلنا أول ناس قضت على الدولة الكلدانية كان الفرس بقيادة كورش 538 قبل الميلاد، ثم الاسكندر الأكبر انتصر على الفرس، بعد كده جه السليوكيون جرومان، بعد كده جه الفرس سنة 224 قبل الميلاد، لحد ما جت الفتح الإسلامي سنة 634 ميلادية وقضى على الفرس. يبقى آخر دور لعبوا العرب إن هم سقطوا دولة الفرس. أصبحت بلاد الرافدين بعد سقوط الدولة الكلدانية. بلاد العراق بعد ما الدولة الكلدانية وقعت إيه اللي حصل؟ كانت دولة ديمقراطية، ازاي انهارت اصلا؟ مركز للعلم ما ينفعش، مركزا اقتصاديا وقاعدة عسكرية ازاي؟ ده كانت كل الدول بتحارب فيه، ولكن الإجابة مجالا للصراعات بين القوى الخارجية. ودي النقطة اللي أنا لسه قايلها لكم حالا، لما كل الناس دي كل واحد كان عايز يروح يحتل البلد كان يجي ينتصر على المحتل وياخد البلد. السؤال الثامن، يرجع ازدهار الحضارتين المشار إليهما في مضمون النص المقابل إلى تشابههما فيه. تعد الحضارة السومرية في مصر في العراق أنا آسف وحضارة مصر القديمة من أقدم الحضارات التي ظهرت منذ حوالي 6000 سنة على شكل مجتمعات كبيرة تمارس أكثر من حرفة. ازدهار الحضارات دي كان عن طريق إيه؟ تحكم في طرق التجارة، ولا تعدد مسطحاتها المائية، ولا الاستغلال الأمثل للتربة الفيضية، ولا استيعاب الهجرات الوافدة إليه؟ الحضارة المصرية والحضارة العراقية قاموا على وجود الانهار اللي استخدموها في ايه؟ اللي استخدموها في الزراعه. قامت على وجود الانهار اللي استخدموها في الزراعه، ودي الزراعه علمت الانسان الاستقرار فبنى الحضاره. زراعه الانسان استقر فبنى حضاره. يبقى اجابه السؤال ان الحضارتين دول ازدهروا نتيجه ايه؟ الاستغلال الامثل للتربه الفيضيه اللي هي استغلال تربه نهر النيل. وبكده يكون الدرس الاول انتهى على خير وحلينا عدد من الاسئله. طبعا احنا في الحصه بنحل عدد اسئله اكبر عشان بيكون الوقت الى حد ما اكبر. انا مش عايز اطول عليك هنا في الفيديو. وطبعا ما تنساش لو وقف عندك اي سؤال نمرتي موجوده تحت في البايو، ابعت لي في اي وقت وانا هرد عليك في اي وقت. سلام.